غاديين داكين فلوس لترشيح الجثة، لتشريح الجثة يعني. في 8 ديسمبر 2022 في معهد باريس تم إصدار التصريح بالدفن في 13 ديسمبر. منذ ذلك الحين نجحت المتاعب الإدارية من جانب القنصلية الجزائرية لكن دي سنة التعقيد الدعوة تعقيد عودته إلى قريته عطوش في منطقة القبائل الراحة بقرب من والديه. الله يرحم ربي من سبب بس. أيوه تسمد منطقة القبائل يعني ماشي بلاد القبائل، تسمد منطقة القبائل والنابرة شنو يجيهم ماشي تسموت كا زروني دارنو غاشو تساسنا كل ذاكي تعقيد أماكني ينظرهم كان تيخلي الناس سنة دا تورنت نجد نرنو هتسحبس كداكي. تم رفع الجثة إغورطا في 3 يناير ثاني بحضور أفراد من عائلته. رئيس الحركة فرحات مهني والعديد من النشطاء من حركة الماك. كان بين المقارنة تصل إلى قريته في نفس اليوم، يعني غادي يروح له طروا، غادي يوصل له طروا، يتمضى طروا أماكن الجزائر كي كل ورا غادي تسيكات فاسيين هكا أماكن عندي تسيكات فاسيين تحت بوتا كتعدل سينا تروح ضد الدنيا سي جهة طردنا غدا في سكي في يعني في نفس هذه تدرت نفس اليوم. لكن السلطات الجزائرية قررت خلف ذلك ومنعته في مطار أورلي حيث لا يزال مساء الأربعاء 4 يناير بحسب المعلومات التي وصلتنا. سمعتي كي المعلومات ماشي خبر رسمي، اسمع غير مؤكد هكا أسنرنو المعلومة كيف ندير حقا. وقد تم استدعاء أفراد من عائلته معليش إلى قنصلية الجزائرية في باريس بمناقشة الاعتبار من اليوم غد الخميس 5 يناير والذي يلعب فيه النظام الجزائري ومن أين يأتي بعد مطاردته المقتل بلوسن عندما كان في منطقة القبائل بعد أن دفعته ترك عائلته وذهب إلى المنفى تأسفا على أنه إرهابي. ما هو من يستمر في التعامل مع بخشونة بينما يريد التشويه محاولة المقاتل المقاتل السلمي والنبيل في مشروع إغورطا من أجل استقلال القبائل حتى ميتا وصل يعني يخدك حتى ميتا بوصول إغورطا تخويف النظام الاستعماري الجزائري. لعبة من الغاست شدنا ذكي. ويجب أن تعرف الجمهورية أن استعمار الجزائر في منطقة القبائل سيستخدم أساليب أسوأ من تلك التي كان يستخدمها الاستعمار الفرنسي قبل 1962. المسنون تكيوت لاباج الماكيت دي ساسن الوقت تعقيد نتورى الأمور، الوقت تعقيد ندير الأمور تاع شو تسلسل كل ويدي ساسن سمن الكونسولا الجيريان السوري يعني يبقى ديك قرفن هو كان دروحن الظن بالعقل نكون غلط تصلح حوايج قلان تصلح حوايج قلان تخدمن تصبين تخدمن. أما فيما يخص ماشي يكون يدي سيدي من مازي يروح من ميادي توامضل وين دادي توامضل كون يخلص كلشي في نفس اليوم، يعني غادي يروح له طروة غادي توامضل له طروة تسمى شغل بون معليش مين نطلبو كوستفنا باش زعما زافير صدق لافير صدق صبر ساعة من طلبوك معليش سي با كراف. لا علي تغاضى الحديث مثل قرحث تيتا قرحث مدينة قرحث معليش سي با كراف
ما لو كنتو فيلم بون يساعدني درواني فرحات مهنيني وصحاب الماكني اللي كدرني سنن تبورا هذا من يوزلين دي خدمنا وين دي خدمنا وين يخدم لي شاسيت دي خدمنا زرارة وشو اللي كدر كيساعدك زاد صفادي زود مقاركة اللي كدر وساعدني راه دا وين دير ريزولطا لوطوبسي تواخدها لي زوتوريتي فرونسيز لي زوتوريتي الجيريان او كلمة ولان نميز وين انك واحد راه سيفو خرطي هاد نغالا في كاع كي كيقرناكا نغالا في كاع كيهدرناكا بلي مناصة كيقارن بهدرا في الوسن هاد هدرا غاسكرا بني الله هاد هدرا يكون هاد هدرا في الأس مما ديونا كني بعد دوغالا عورس ميم نتاخمي مناص دوغالا عورس ابري نسالفيس ثلاثة السوجي كي نفلوسن في الساعة في ربي إن شاء الله غادي يلحق قالت واش وديت قال مولانيس تدعجل ان شاء الله يعكرنا كوك تفن تديلو كونسولا تفن بيان سور ادميستراسيون تعطي ما كان لحد تاكي اسنا عدي نفوت ملي كان بجديد عند نوال فوالا كي نفلوسن اسنا عدي عند نوال دابري لايف سعيد بن سديرة قال لي التربوبح التربوبح نسعد يلا فيديو سعيد بن سديرة والله رون ديني غير سكت أصلا من سعدية هكا نقطة أخرى في غاية الأهمية والخطورة لازم نتكلم عليها اللي هي هذه الصورة. هذا الشخص اللي راه في الصورة هو سفير دولة فرحات مهنا في بروكسل. هذا الشخص اللي راه في الصورة هذا اسمه أقشيبة مولود. أقشيبة مولود هذا اللي راه مع فرحات مهني هو السفير، يعني ما يسمى بسفير دولة فرحات مهني اللي في راسه في بروكسل معينه. هذا يا أقشيبة مولود فرحات مهني قال له انت اللي راك السفير تاعنا في بروكسل والاتحاد الاوروبي، اذا هذا يسكن في بروكسل راهو السفير تاع فرحات مهني. هذا ما يهمناش، انا ما يهمنيش سفير وزير رئيس الحكومه الله يسلم لانه اصلا خرطي. لكن الشيء اللي موش خرطي هو الصوره الثانيه، انه نفس الشخص هذا أقشيبة رفقة زوجته حرمه الماسون في مقر القنصلية العامة الجزائرية في بروكسل عند القنصل العام الجزائري اللي هو السي كماس إبراهيم. هذا اللي في الصورة هو كماس إبراهيم، وهذه طبعا زوجة السفير تاع الماك، وهذا سفير الماك. إذن الأمر هنا يولي فيه مفاجأة بالعين، مفاجأة كبيرة. وشني؟ السفير الجزائري المعتمد في بروكسل، هذا مش سفير، القنصل العام. القنصل العام هذا سي كماس إبراهيم، أنا تكلمت عليه في وقت سابق ونسيته، لكن الآن ربي جابه في اليد. إبراهيم كماس هذا القنصل العام في بروكسل يستقبل سفير دولة وحكومة فرحات مهنا في بروكسل. يعني هذا كماس إبراهيم ربط علاقات دبلوماسية مع سفير فرحات مهني الماك، وحنا ما على بالناش. إذا كان وزير الخارجية العمامرة يعرف، ورئيس الحكومة يعرف، وتبون يعرف، والناس كل على بالها باللي القنصل الجزائري